اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحبكم دايما في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. يلا نسمي بسم الله ونبدأ كده بعمل الجميل بتاعنا. نزلنا بإيه؟ بول أو طبق زي ما شايفين، زي بكوبايتين مية دافية. مية دافية تمام كده. مية دافية، الكوبايات اللي انتي أي كوبايات عندك ننزل بإيه؟ بمعلقة سكر ممسوحة زي ما شايفين قدامكم. ننزل كمان بمعلقة خميرة ممسوحة. تمام، زي كلها معلقة صغيرة زي ما انتم شايفين، معلقة سكر ممسوحة صغيرة ومعلقة خميرة صغيرة ممسوحة، وادي نص معلقة بيكنج باودر ممسوحة. تمام، ممسوحة كده أقل كمان اهي. تمام، عشان نقلب كل ده بالمضرب بتاعنا. المهم ايه، لحد ما كله كده يدوب في المية، وننزل عليها بكوبايتين دقيق زي ما انتم شايفين، كوبايتين دقيق بنفس الكوباية. تمام كده. ون ايه و... ونملى كمان الكوبايه معانا ميه دافيه، يعني جاهزه جنبنا كده. هنحتاج ميه تاني، هنحتاج ميه تاني. تمام، اللهم بارك. متنساش دايما حبايبي الحلوين تحطوا لي لايك. كمان ادي كوبايه الميه الدافيه، هنحتاج منها ايه، يعني خدت منها كوبايه الا ربع. يبقى كده الكوبايتين دي خدوا معايا 3 كوبايات الا ربع ميه، على حسب نوع الدقيق اللي عندك. ما تحطوش الكوبايه التالتة، لا كلها. خلي الكوبايه التالتة على جنب، حطي كوبايتين وخلي الكوبايه التالتة جنبك. احتاجتي تنزلي حبه بحبه زي ما انا بعمل كده، لان في دقيق بيحتاج ميه كتير، في دقيق ما بيحتاجش ميه. تمام، عملناها كده بس بطريقه سهله، ممكن تعمليها في الخلاط. تمام، بصي ثم احنا عملنا الخط ده كده في المعلقه وما رجعش تاني، وقلبنا المعلقه اهي وما رجعش تاني. يبقى كده هي طريقتها مظبوطه، مش هتحتاج دقيق ولا هتحتاج حاجه تاني. تمام اهي، تمام كده. وريها لكم تاني. تمام زي ما شايفين اهي. فاللهم بارك. نعمل ايه بقى؟ نجيب بقى مصفى ونجيب بولة تاني ونصفيها فيها ونركنها لمدة ايه، بص بقيت المية اللي بقولها لكم، نركنها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. تمام كده. زي ما شايفين كده نصفيها. هما اقول لكم بس هنعمل بس حاجة حلوة جدا جدا بنقف عليها طواوير في رمضان. هنعملها في البيت بكوبايتين دي وتعمل لنا كمية كبيرة جدا، كمية حلوة قوي. يعني عملت لي كمية يعني بتاعي كيلو، بجد عملت لي كميه حلوه جدا، كيلو او كيلو إلا ربع، فما شاء الله. يعني عملت لي حبه حلوين جدا من كوبايتين دقيق، وكلها طريقتها سهله زي ما شايفوا، من غير بقى ايه، ولا نشا ولا دي سميد ولا اي حاجه، كلها حاجات مقاديرها بسيطه في ايه عندنا في مطبخنا. تمام كده. بص خلاص صفيناها، نغطيها بكيس نركنها على جنب. مش دايما لايك حبايبي الحلوين، تحطي لايك وشير وسبسكرايب عشان طبعا يوصلكم كل جديد. ولكم دايما كل سنة وانتم طيبين، وجعلها كلها أيام خير عليكم والأمة، دول العربية كلها دايما بخير يا رب. ودايما في أحسن حال. كده خلاص. بصي ما شاء الله، سيبناها ربع ساعة ما شاء الله. بصي على طول معايا بقى طاسة زي كده، تبقى الأموم حراري زي ما شايفين. أول ما تسخن معليه النار، أول ما تسخن كده وطي عليها وسط، أقل من الوسط يعني ايه، وننزل كده بأول واحدة نختبرها زي ما انتم شايفين اهي. صغريها تكبريها زي ما انت حابه. نحشبها كده مع بعض اول واحده. والله ما بارك. بص ما شاء الله، بص بتعمل الفتحات بتاعتها اللي بص بتفتحي ازاي، زي بتاع بره بالظبط. القطايف القطايف دي جميله جدا جدا وحلوه قوي قوي قوي. والله ما بارك. ما شاء الله مقاديرها كلها سهله وبسيطه في ايه، ما شاء الله. كوبايتين دي زي ما قلت لكم، بصوا ما شاء الله عمل لنا يعني عملت كميه قد ايه حلوه جدا. واللهم بارك. بص ما شاء الله، عايزه بقى يعني زودي الحمار بتاعها والصفار بتاعها عن كده، بس كده مظبوطه جدا وحلوه قوي. وطبعا تمام زي ما انتم شايفين. ننزل كده بواحده التانية. آه وكمان يعني ممكن نعمل 3 أو 4 في نفس الطاسه. انا بوريكم كده عشان طبعا ممكن نخلص او يعني ايه ما تطولش معانا. فاللهم بارك. طبعا بنقف عليها في رمضان طوابير، بس بجد يعني الواحد بيبقى فرحان ومبسوط، لاني بيبقى مش واحد بيشم روايح رمضان بالحاجات الحلوة دي، في كل حاجة فيها. بالفيل طبعا، بس دي طبعا عشان لسه ما عملت معايا طبعا في الجنب، مش مشكلة. فالمهم ايه، يعني بجد بروايحه وكل حاجة حلوة فيه. فالواحد بالقطايب بالكنافة كل حاجة حلوة فيه، بالأغاني بتاعته كل حاجة فيه حلوة جدا، بالصيام والعبادة بتاعته. يعني الشهر ده
شهر جميل، شهر في السنة كلها شهر جميل. كان نفسي الواحد يتمد يبقى 3 شهور او شهرين بجد، يعني حلو جدا جدا. مستناه للسنة. بنعد الايام والليالي لحد ما يبقى يقرب، ونحس كده بريحته الحلوة. اللهم بارك. اقول لكم دايما كل سنة وانتم طيبين. طبعا الناس كلها عارفة وحاسة بكده. رمضان مش بيبقى اكل والشرب بس، رمضان بيبقى كل حاجة حلوة فيه. يا رب يجعله شهر خير عليكم وعلى الدول العربية كلها وعلى المحبة جميعا. ويا رب دايما كده يصلح حال ولادنا جميعا ويحفظهم جميعا، سواء اللي في الغربة أو اللي هنا. فربنا يحميهم ويحفظهم ويكبر بخاطرهم جميعا. فاللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. انا عملت القطايف زي ما انتم شايفين حلوة جدا والله، وطريقتها مظبوطة قوي ومقرمشة وجميلة جميلة جميلة جدا، وزي بتاع بره واحلى كمان. بس بجد ما بحسش بطعمها وريحتها الا ما بشتريها بره او بالطابور او في طابور عند عم رضا. ربنا يدي الصحه. بحب الشلاجيب اللي عنده. ناس كتير هتعرف ده عم رضا اللي هو هنا في المكان اللي انا فيه. بحب حاجته جدا، حاجته كلها بتبقى يعني طازه وجميله جدا، ريحتها حلوه جدا. ومبسوطه وفرحانه وواقف كده وبجيب منه الحاجه اللي انا بحبها. واولادي كلوا منها القطايف دي، كلوا منها كمان نية يعني كده، كانت عاجباهم جدا. ماما زي بتاعت بره، ولما حمرتها زي بتاعت بره بالظبط يا ماما. والله بص ريحتها حلوه زي بتاعت بره وطعمها جميله زي بتاعت بره. اعمليها دايما في البيت. انا ليه؟ بص انا حبيت اجرب معاكم في الطاسه الالومنيا، بس الطاسه الالومنيا بتحمرها زياده شويه يعني، بدالة ساعة ما تظبطهاش زي اللي تبقى الطاسه اللي هي الحراري. سياستي الطاسة الألمونيا أنا موطية قوي، بس بتاخد زي ما انتم شايفين كده. بص بتعمل لطيف مش مشكلة، كانت حلوة وجميلة. بس اللي أحسن والأفضل اللي هي الطاسة اللي تبقى معانا أو اللي هي الحراري دي. أنا أعملها كلها كده عشان تطلع معايا مظبوطة وحلوة جدا. حبيت أوريكم معاكم طاسة الألمونيا مش أحسن حاجة، بس اللي ما عندوش يقدر يعمل عادي بالطاسة الألمونيا، بس وقت كمان والراحة معليه. بصي ما شاء الله اتصل بقى الحرارة بقى بتوصل الحرارة في جميع اتجاهاته في كل حاجة. بصي بطلعها مظبوطة وحلوة جدا ولونها حلو قوي من تحت. اللهم زي ما انتم شايفين كده. فانا حبيت ان انا اعرفكم الفرق بين دي وبين دي. فزي ما شايفين بس ما شاء الله نزل كده بتلاتة. نعمل تلاتة كده تطلع معانا مظبوطة وحلوة قوي قوي قوي. فالمهم اللي انا ارجع بقى اقول لكم والله اولادي يعني كانت عاجباهم. بس الواحد بدل ما يعملها في البيت يعني مش خدش وقت. هي ما شاء الله ما شاء الله انا عملتها يعني هي 10 دقايق بس. آه استنت عليها راحه. بصي ما شاء الله حطيتها بص في صينيه على فوطه ومغطياها علشان طبعا البخار بتاعها تبقى طريه وحلوه جدا. واللهم بارك. بتاخدش معايا وقت عامه. ده هما زي ما قلت لكم 10 دقايق، بتاخدش وقت خالص. بس الواحد بدل ما يعجن ويقعد يسوي، فالواحد يجيب بقى نص كيلو بالواحد بقى يعني بحس بطعمها وريحتها اتجنن. طريقتها سهله انا عملتها ما خدش معايا حاجه يعني. يا بنتي كمان سبتها كملت الباقي. فاللهم بارك زي ما شايفين طريقتها سهله. وبنتي يعني قالت يا ماما طريقتها سهله ممكن تعملها في اي وقت. بس في رمضان انا بحب اشتريها من بره، بحب اللي انا اشتريها من بره. آه عندي بلح. كان عندي كده كام بلحية، وعندي كده حبة مكسرات يعني زبيبة على فول. فاللهم بارك يعني ما شاء الله ربنا يخلي اولادنا جميعا مش مخلينا يعني مكسرات دي ولا البلح. بيحبوا البلح جدا والفول والحاجات دي. فيا دوبك لقيت بلحتين 3 كده، هم صراحة كانوا 5 بلحات. فلقيتهم كده في حبة. بصي ما شاء الله بتلزق بسرعة وما بصي اللهم بارك. الواناتها كلها بس لونها حلو جدا ومظبوط وجميلة قوي جدا جدا. وكل كل منها شكر فيها وعجبها جدا. والناس دايما اعملها كده على طول. وكانت مقرمشة كده بصي حلوة جدا جدا جدا. فطبعا زي ما شايفين انا ما عملتش الشربات معاكم لان انا عندي شربات او العسل بتاعها. العسل بتاعها عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، وعصرة ليمونة. نص ليمونة كده تعصريها وتسيبيها على النار لمدة من بعد الغليان لمدة 10 دقايق بعد الغليان. اول ما تغلي كده تظبطي لها الساعة 10 دقايق، وتسيبيها بعد 10 دقايق كده تحيشها من على النار. على النار متوسطة، متحطيش على النار اللي هي العين العالية او العين اللي هي اعلى كمان
اللي هي بعد العجن، لأ حطي على نار متوسطة لمدة 10 دقايق، سيبيها تمام. لو عندك عسل جلوكوز تقدري تحطي فيها معلقة، لو ما عندكيش مش لازم. انا عادي بعملها عادي، مش لازم عسل جلوكوز. هو زي ما قلت لك كده، كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، وعصره ليمونه، تغلي لمده 10 دقايق، تيجي ركناها بقى على جنب. سيبها كده لما تبرد خالص. بس انا عشان عندي في البطرمان كده في التلاجة، فطبعا ايه، دايما يعني ايه بيبقى عندي الحاجة دي جاهزة، فاعمل اي حلويات بتبقى عندي جاهزة. كمان احنا نعمل الشربات مع بعض تاني، ونعرف طريقته للناس دايما بتظبطش معاها الشربات. يا جماعة والله طريقته سهلة جدا جدا، وهنعمله مع بعض بطريقة سهلة. انا جاهزة كده رمضان، قطايف كنافة، بيبقى هي حاجة واحدة تنفع للكنافة وللقطايف، لكل ايه، لحاجات كتيرة. فاقول لكم كانت تنفع كمان لبلح الشام، المهم ايه، صوابع زينب، اللي انت زلابية اللي انت حباه. اما البسبوسه بتبقى تحب الشربات بتاعها او العسل بتاعها بيبقى سخن، يعني سخن زي تبقى سخنه صح كده. انا خلصت، بصي ما شاء الله كميه كبيره قد ايه، يعني ما شاء الله ده كيلو ولا لا، ده كيلو او كيلو الا حاجات بسيطه. بس مش طريقتها سهله وبسيطه جدا. بناتي واليوم احنا نقدر نعملها في اي وقت، قلت لهم انتوا حابين تعملوها في اي وقت يعني يعملوها. يعني ما شاء الله ما خدش معايا حاجه، يعني دوبك ايه، يا دوبك عجنتها، دوبك كده بلم المواعين في المطبخ، فلقيتها ما شاء الله قد ارتاحت، وعملناها على طول، وما شاء الله ما خدتش معانا وقت. زيت بقى زي ما انتوا شايفين كده في طاسه او في صينيه صغيره، ايه، ونحمر كده ونجهز معايا. بص الشربات بطرمان ازاي، طريقته سهله وبسيطه بعمله. واي شربات بقى مني بحطها في بطرمان، وغير كمان بيبقى احب اللي انا عندي في التلاجة. فالمهم زي ما بقولكم شاوركم كده كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه وعصره ليمون. تمام. القطايف ما بتاخدش وقت خالص على النار. ما شاء الله كانت جميله جدا، العيال اللي بيحبوها ياكلوها سخنه، فيعني بتبقى دافيه يعني حلوه جدا، بتبقى طعمها حلو قوي مقرمشه، وتقعد كمان لتاني يوم بتبقى مرمشه عندي. ليه؟ لان انا ايه، في رمضان بطلعها في طبق وبعد كده بحطها في الشربات. ليه؟ عشان انا عايزاها تبقى مقرمشه لاخر واحده، تاني يوم لا عايزة تاني تبقى مقرمشه، متبقاش طريه. ولادي يحبوها مقرمشه، واللي بيحبها طريه طلع من الزيت على طول على الشربات بتاعها. انا طلعت من كده على الشرب بتاعها، لاني انا اولادي في الوقت ده ياكلوها. بس هي كانت مقرمشه جدا، بس لو قعدت تاني يوم طبعا هتضطر، لان بص مطلعاها على ايه الشربات بتاعته. بس بجد كانت طعمها حلو قوي قوي. ولكم دايما يا رب، ربنا يحفظ اولادنا. ادعي دايما اولادي ربنا يحفظهم في الغربه. ابني يا ربنا يحميه ويحفظه يا رب، ويرزقه من حيث يرضي يا رب. ويرزق جميع أولادنا جميعا اللي في الغربة، ويحفظهم جميعا، ويجعل كلها سنة خير عليهم وعلى الدول العربية كلها. فطبعا أولادنا ربنا يحميهم ويحفظهم، ويجعلهم دايما متفوقين، ويزيدهم علما وإيمانا من عندهم، ويشرح صدرهم. اللهم آمين اللهم آمين. فيدعي دايما لأولادنا في الأيام الجميلة دي. متعيش على أولادك حتى مهما كان ضايقينك في حاجة، لا ادعي لهم بالهداية وإصلاح الحال، دي أحلى وأجمل حاجة. ما بحبش الأم اللي تبقى متضايقة تدعي على أولادها، حتى لو طفل صغير. ما ينفعش، حرام، لا لازم ندعي لهم بالهداية، ربنا يهديهم، ربنا يصلح حالهم. ندعي لهم كده. فمينفعش، حرام ان احنا ندعي على اولادنا وهم صغيرين كده. العيال اولادنا كلها، الاولاد كلها شقية، بس عادي نسيبهم، بس نقول لهم صح او غلط واحدة واحدة. فبلاش اللي احنا ايه، ندعي على اولادنا، لان انا بسمع كده كتير، فبيدعوا على اولادهم دعاء وحش جدا، فما بحبش كده. آه بجد ما بحبش كده. فربنا يهديهم ويصلح حال الجميع، ويهدي كل ام يا رب، ويصلح حال ويشرح صدرنا جميعا. بس بقى شوف التقرمشه، بجد كنت عايزه اسمعكم التقرمشه والتكه اللي فيها. بصي بصي ما شاء الله، وطعمها حلو وريحتها حلوه جدا جدا. هتعجبكم، جربوها. طريقتها سهله، ودايما مستمرين كده في الحاجات اللي ايه اللي بنعملها الحلوه. كمان انا اسفه كنت بتاخر عليكم، طبعا البيت وكده. فالمهم ايه، فربنا يحفظنا جميعا، وجاهز بقى لرمضان وكده زي ما انتم شايفين. ولكم دايما كل سنه وانتم طيبين، واسيبكم دايما في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.